إذا تلبس اللون الأصفر في يوم 15 شعبان ستقضى لك الحاجة، وراح يتوسع رزقك، وأمنيتك تتحقق، وكل ما تريده وما تتمناه راح يكون بين يديك. وبالواقع هذا كلام كله كذب ولا أصل له في الإسلام أبدا، إنما هذه من الخزعبلات والبدع. كثير من الناس يقول إنه يوم 15 شعبان هو أن تلبس به اللون الأصفر، وإذا لبست اللون الأصفر يا ترى راح تنقضي حوائجك، وراح الله تعالى يزيد في رزقك، وكل أمنياتك متحققة. وماكو أصل لهذا الكلام. يوم 15 شعبان هو يوم عظيم، فيه فرحة آل محمد سلام الله عليهم، أعظم يوم وكأنه سبحان الله، فيه أعمال أنه الإنسان يأتي بها حتى يتقرب إلى الله تعالى ولآل محمد. هو يوم فيه زيارة المولى أبي عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، من أعظم الأعمال هي زيارة الحسين، وراح نبين هذا في مقطع إن شاء الله. أما لبس اللون الأصفر في يوم 15 شعبان إخواني هذا كذب، هذه من البدع، فلا أصل لها في الإسلام أبدا، إنما مسألة ابتدعت من الناس وقد سوق لها البعض. لذا أحبابي الحذر ثم الحذر من الأكاذيب، الحذر ثم الحذر من هذه الخزعبلات بالواقع. فإذا أردتم شيء العمل في يوم 15 شعبان أو في بقية الأيام فاطرقوا باب أهل البلايا والمنايا، أهل ما كان ما يكون، الذين هم عندهم مطاوي الله الغيبية وما هو غير محمد وآل محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. مثل ما استفادت من هذا المقطع شارك لإخوانك، أصدقائك، أحبابك، لكل من تحب حتى تكون سبب في الأجر، فإن خير الناس من نفع الناس، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.